متابعي سوشيال ميديا الأهرام، أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من بودكاست حديث الأهرام. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة هو الكاتب الكبير والمبدع متعدد المواهب والمثقف المصري الأيقونة الأستاذ محمد سلماوي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. الفترة الأخيرة شهدت عدة أحداث جميلة، كان منها احتفاليات عيد ميلاد حضرتك ال80، وكمان كل سنة وحضرتك طيب، وكمان تجديد عضوية حضرتك بالمجلس الأعلى للثقافة، وأخيرا ومن يومين حفل توقيع رواية جديدة زهرة النار على هامش معرض الإسكندرية الدولي للكتاب. أيوة. هنتناول كل الحاجات دي، بس عايزة في الأول حضرتك بما أننا في جريدة الأهرام اللي هي جريدتك، تكلمنا الأهرام بيمثل إيه بالنسبة لحضرتك؟ لا، بيمثل حاجات كتير جدا. أولا بيمثل 55 سنة من عمري، يعني أنا دخلت الأهرام سنة 70، والجزء الأكبر من حياتي قضيته بين جدران هذا المبنى في مواقع مختلفة الحقيقة. يعني تجولت في الأهرام من فوق لتحت في مواقع كثيرة، وده من حيث المساحة الزمنية. إنما من حيث القيمة بقى، أيوة. يعني أضاف لي الأهرام طبعا قيمة كبيرة جدا. كان بالنسبة لي خصوصا في الأول بيمثل انتمائي للواقع المصري اللي احنا عايشينه، لأنه أنا كنت معيد في كلية الآداب في قسم اللغة الإنجليزية، بدرس إنجليزي شكسبير والأدب الإنجليزي في الجامعة، وكنت متطلع إلى أنه الواحد لا يتحول إلى فقاعة منغلقة على نفسها. ففرصة الانضمام للأهرام دي كانت فرصة لكي يرتبط الإنسان بالواقع، لأن وقتها كمان الأهرام كانش مجرد يعني جزء من الواقع، كان أحد أدوات صنع الواقع اللي أنا عايز أنتمي إليه. ثم عملي بالصحافة بشكل عام أفادني كثيرا جدا في عملي الأدبي، لأنه دخلني في معترك الحياة والأدب. يعني هو برضو تعبير عن الحياة وعن الواقع اللي بيحيط بينا.